بعض نجوم الفريق اصحاب الخبرات، وانه يرجع بيهم لافضل معدلاتهم البدنيه والفنيه. نجوم كبار سعداء ايضا بتولي مستر مانويل جوزيه وعودته، لانه قدم معاهم اعلى مستوى طبعا في المواسم اللي فاتت، زي محمد بركات ومحمد ابو تريكه ووائل جمعه وعماد متعب وسيد معوض واحمد فتحي. والنجوم دول اعتقد هتكون لهم حاله فنيه مختلفه ودفعه معنويه كبيره جدا لمزيد من ايجاد الحوافز لمزيد من النجاحات في الفترة الجاية مع الجهاز الفني ومع المدير الفني مستر مانويل جوزيه. قدامنا على الشاشة النجم عماد متعب والاستعدادات اللي في الملعب وبداية التدريبات، وده كله هينعكس طبعا على أداء الفريق، وإن شاء الله تكون البروفات اللي جاية أو المباريات الودية مميزة جدا في الفترة الجاية. وده بيدرو كمان قدامنا المدرب العام، وهو بيشترك في التدريبات مع عماد متعب ونجوم الفريق. ونتمنى طبعا ان احنا نشوف حاله جديده وروح جديده وانطلاقه مختلفه تماما مع المعروف عن مستر مانويل جوزيه واجابته في الجوانب الفنيه والخططيه والتاكتكس وادارته للمباريات وقدرته على اجراء التغييرات بشكل بيفيد الاهلي وبيقلب كل الامور في عدد من المباريات الصعبه لصالح فريق الاهلي. ان شاء الله كل ده هنشوفه ويكون في مرحله تجريبيه كافيه للتقييم وللوقوف على اوجه القوه والضعف والقصور اللي ممكن علاجه في صفوف الفريق من خلال تقييم الجهاز الفني الجديد للفتره المقبله. بنشوف طبعا تدريبات وثنائيات في الملعب وجوانب فنيه او بعض التدريبات الفقرات المهاريه اللي بتساعد على الارتقاء او الارتفاع اكتر بمعدلات التحكم في الكوره والتركيز وغيرها من التدريبات. وواضح مستر مانويل جوزيه طبعا بحماسه المعروف في التدريب. فرانسيس قدامنا على الشاشه، وعبد الحميد شبانه من النجوم اللي كمان الكل بيقول انه هيكون له ان شاء الله مستقبل كبير مع الفريق، ويبقى من مكاسب عوده مستر مانويل جوزيه تفجير طاقات لاعب زي عبد الحميد شبانه. وطبعا هنشوف ثمار ده في الفتره اللي جايه، لكن المؤكد ان في حاله من الحماس والثقه والقدرات اللي ممكن تشوف الجمهور يشوفها وتتضح اكتر في الفتره المقبله. دي فترة طبعا الفقرات الأولى في التدريب بتشتمل على تدريبات الستريتشنج أو الإطالات وتجهيز العضلات علشان اللاعب طبعا ما يصابش بأي نوع من الشد العضلي أو المشكلات اللي ممكن تسبب غيابه عن التدريبات والمباريات. وطبعا الأحمال أو التخطيط البدني أمر مهم جدا في عالم كرة القدم، وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ الاهتمام بيه في ملاعبنا، لكن أكيد وجود كمان جهاز متخصص في الجوانب البدنية بقيادة فيدالجو مخطط الأحمال هيكون له دور كبير جدا مع الفريق في الفترة الجاية، وعلاج كمان الإصابات اللي ضربت صفوف الفريق بقوة في الفترة اللي فاتت. ممكن الارتفاع بالمعدلات البدنية، ممكن تأهيل اللاعبين بأفضل شكل يساعدهم على الابتعاد عن الإصابات وأنهم يكونوا قادرين على توزيع مجهودهم في المباريات بأفضل شكل ممكن من غير ما نخسر جهود أي لاعب. وبعد متابعتنا لتدريب الفريق هننتقل لباقي أخبارنا ونستأنف معاكم متابعة وقراءة أخبارنا في الأهلي اليوم.